بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. النهاردة معانا 7 أخبار رياضية اليوم. شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد الكثير من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها استقرار الأهلي على تجديد عقد محمد عبد المنعم وتعيين كارلوس باستون مديرا فنيا لمنتخب اليد. والأهلي يستقر على تعديل عقد محمد عبد المنعم. استقر مسؤول النادي الأهلي على تعديل وتمديد عقد محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع قيمة اللاعب وعطائه داخل المستطيل الأخضر مع الفريق الأحمر، بعدما أصبح من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي خلال الفترة الأخيرة، ومن أهم العناصر في الفريق، والذي يعتمد عليه مارسيل كولر المدير الفني بشكل أساسي في المباريات. ومحمد محمود ينعي والده عبر الانستجرام. نعى محمد محمود لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق الاتحاد السكندري، وكتب على حسابه الشخصي انستجرام: إنا لله وإنا إليه راجعون، مات أبي اللهم اغفر له وارحمه فإنك الغفور الرحيم. وأيضا معنا خبر ثالث بعنوان محمد محمود، بعنوان اتحاد اليد يعلن تعيين الأسباني كارلوس مديرا فنيا للمنتخب. أعلن عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد التوصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني الأسباني خوان كارلوس لتولي مهمه تدريب المنتخب الوطني خلفا للأسباني روبرتو الذي رحل عن تدريب الفراعنة بعد المشاركة ببطولة العالم الأخيرة. وأيضا معنا خبر رابع: الإسماعيلي يقرر خصم 10% من مستحقات لاعبيه للتحقيق والتصعيد للشباب. أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي بيان رسميا ردا على امتناع اللاعبين في خوض التدريبات. وأيضا معنا خبر: المقاولون العرب عن إنجازات نشعر بالفخر وتجربته ملهمة. أعلن المهندس محمد علي الفتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة عن إسعادته بالإنجازات الإنجازات الكبيرة التي ما زال يحققها النجم المصري محمد صلاح أحد أبناء المقاولون العرب. بعثة بيراميدز، معنا خبر أخير: بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة استعدادا لرحلة توجو. وصلت بعثة نادي فريق بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا لرحلة السفر إلى توجو لخوض مباريات إسكو كارا في كأس الكونفدرالية. أعزائي المشاهدين، بشكركم دايما على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.